بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة درس إنشاءات هندسية، آخر درس في هندسة الصف الأول الإعدادي. درس إنشاءات هندسية هناخده على حصتين، هنشرح 3 إنشاءات هندسية حصة النهاردة و3 إنشاءات هندسية في الحصة الجاية إن شاء الله. ركز معايا وجهز أدواتك الهندسية، وخطوة بخطوة ارسم معايا عشان تقدر تستفيد وتفهم درسك كويس جدا. أول إنشاء هندسي عندي هو إنشاء عموديا على مستقيم معلوم مرا بنقطة لا تنتمي للمستقيم. هنفهم الإنشاءات الهندسية عن طريق التطبيق العملي، يعني أنا مجهز أدوات الهندسية قدامك، معايا البرجل ومعايا المسطرة والقلم الرصاص والأستيكة والمنقلة، وهبدأ أشتغل بأمثلة عملية قدام عينك عشان تعرف خطواتك وتبدأ تنفذ معايا أول بأول. في مثال واحد هنا بيقول لي ارسم ألف باء خط مستقيم. نقطة جيم لا تنتمي للمستقيم، يعني هتحدد نقطة اسمها جيم بعيدة عن المستقيم، ثم ارسم مستقيم يمر بالنقطة جيم ويكون عموديا على ألف باء. طبعا الإنشاء الهندسي الأول هو إنشاء عمودي على مستقيم من نقطة لا تنتمي للمستقيم. يعني لو أنا عندي مثلا ألف باء خط مستقيم بالشكل اللي قدامي ده كده، طبعا خط مستقيم مش محدد لي طوله لأن هو ما بيتحددش الطول بتاعه. رسمت أول حاجة الخط المستقيم بتاعي، هحدد الرموز بتاعته، أبدأ إن أنا أسميه ألف باء، أدي الألف وأدي الباء. حدد نقطة اسمها جيم بعيدة عن المستقيم، يعني لا تنتمي للمستقيم، حددت النقطة جيم. عايزين بقى نرسم من النقطة جيم اللي قدامنا ديت عمودي على المستقيم ألف باء. هعمل إيه؟ قال لي كل اللي أنا هعمله هستخدم البرجل بتاعي، هجيب البرجل بتاعي وأقف بالسن الحديد عند الجيم وبفتحة مناسبة. يعني إيه بقى فتحة البرجل تكون فتحة مناسبة؟ يعني مثلا لو استخدمت البرجل على الوضع بتاعه كده وجيت لاحظت لو جيت اعمل بالبرجل بتاعي كده هلاقي ان القوس اللي انا هرسمه مش هيقطع المستقيم ألف باء. يعني افهم من كده يا استاذ ان لازم القوس اللي انا ارسمه يقطع المستقيم ألف باء في نقطتين. يبقى هحاول ان انا اصغر فتحة البرجل بتاعي بالشكل ده وابدا اجرب في الهواء الاول، قطع هنا وقطع هنا، بس هحاول اصغره كمان شوية عشان خاطر يقطع بعيد عن الألف. أيوة كده قطع، هيقطع بعيد عن الألف وهيقطع هنا من الناحية التانية عند الباء. هبدأ إن أنا أجهز البرجل بتاعي وأبدأ أرسم قوس بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده كده يقطع المستقيم في نقطتين. طب بعد ما رسمت القوس ابدأ حدد نقط التقاطع، لأن هي اللي أنت هتشتغل عليها بعد كده. أنا عندي يا أستاذ نقطة التقاطع الأولى هنا ونقطة التقاطع التانية هنا. هبدأ ان انا اجيب البرجل بتاعي تاني واحط السن الحديد عند نقطة التقاطع الاولى واظبط فتحة البرجل على قد نقطتين التقاطع، يعني السن الرصاص بتاع البرجل يكون موجود عند نقطة التقاطع التانية. بعد ما عملت الكلام ده هاجي تحت هنا قصاد الجيم من تحت، هبدأ ان انا اقف عند نقطة التقاطع الاولى وارسم قوس زي ما انا واقف كده بنفس فتحة البرجل، حافظ عليها واقف عند نقطة التقاطع التانية، وتعالى اعمل قوس تاني يقطع القوس الاولاني بالشكل ده. طيب انا كده يا استاذ عملت الكلام ده، عملت قوسين والقوسين اتقطعوا في نقطة واحدة. هبدأ ان انا اجيب المسطرة واوصل نقطة تقاطع القوسين مع بعض بالنقطة جيم. تعالى نجيب المسطرة، ادي المسطرة بتاعتي ظبطتها عند الجيم من فوق وظبطتها عند نقطة التقاطع من تحت. هبدأ ان انا اوصل الكلام ده ببعضه. بعد ما نفذت الخطوات دي بالظبط، لو انت ركزت هتلقي نفسك عملت خط مستقيم عمودي على المستقيم ألف باء وايضا يمر بالنقطة جيم. وده كده يا جماعة كان اول انشاء هندسي معايا، اللي هو انشاء عموديا على مستقيم معلوم مرا بنقطة لا تنتمي للمستقيم. طب تعال نشوف الانشاء التاني، وخد بالك الانشاء التاني شبهه، بس بدل ما النقطة لا تنتمي للمستقيم هنلاقي ان النقطة موجودة على المستقيم نفسه. تعال نشوف
إنشاء عموديا على مستقيم معلوم مرا بنقطة تنتمي للمستقيم. يبقى أول خطوة يا أستاذ أنا هرسم خط مستقيم. آدي الخط المستقيم بتاعي. ودايما الخط المستقيم زي ما احنا قلنا ملوش طول، يعني انت بترسم خط مستقيم على قد صفحة كراستك عادي جدا. طب بعد كده حدد نقطة ج تنتمي للمستقيم، يعني هاجي هنا واحط نقطة عليه هنا اهو كده اهو بالظبط واسميها ج. تمام؟ طيب انا عايز بقى ارسم عمودي على المستقيم ا ب وفي نفس الوقت يمر بالنقطة ج. ازاي هعمل الكلام ده؟ تعال اما نشوف. هجيب اول حاجة البرجل بتاعي. جبنا البرجل يا استاذ، ظبط السن بتاعه عند النقطة ج، وبعد كده افتح البرجل بتاعك فتحة مناسبة. فتحة مناسبة يعني ايه؟ يعني لازم لما اجي اعمل قوس من هنا كده يقطع الخط المستقيم، والف واعمل قوس الناحية التانية برضو يقطع الخط المستقيم. طيب تعال نغير اللون كده عشان بس يبقى واضح معاك. هبدأ ان انا اعمل قوس يقطع الخط المستقيم من هنا، والف الناحية التانية زي ما انا واقف وبنفس الفتحة اعمل قوس تاني يقطع الخط المستقيم من الجهة الاخرى. بعد كده هحدد نقط التقاطع. نقط التقاطع عندي في نقطة هنا وفي نقطة هنا. طبعا انا هبدأ ان انا اشتغل على نقط التقاطع دي، وخد بالك ان الخطوات دي هحتاجها بعد شوية في الانشاء الهندسي الثالث، فركز فيها معايا. هبدأ اجيب البرجل تاني واقف عند نقطة التقاطع الاولى بالسن الحديد، وافتح البرجل على قد نقطة التقاطع التانية. يعني بفتح السن الحديد على نقطة التقاطع الاولى والسن الرصاص على نقطة التقاطع التانية، وابدا اقوم جاي واقف عند اول نقطة تقاطع. طيب هنحاول ننزل الرسمة تحت شوية عشان خاطر تبقى واضحة لك اكتر. بعد ما فتحت البرجل بتاعي على قد نقطتين التقاطع هبدا اقف عند نقطة التقاطع الاولى واعمل قوس فوق، واحاول اخلي القوس قصاد النقطة ج بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بعد ما عملت قوس فوق هنزل تحت بنفس فتحة البرجل واعمل قوس تاني تحت. هنقل البرجل بتاعي عند نقطة التقاطع التانية اللي هي بتاعة الباء، وابدأ اعمل قوس تحت يقطع القوس الاول، واعمل قوس فوق يقطع القوس اللي فوق. هبدأ ان انا اجيب المسطرة بتاعتي واوصل نقط التقاطع ببعضها. ظبطت على نقطة التقاطع اللي فوق، هبدأ ان انا اظبط على نقطة التقاطع اللي تحت، وابدأ اوصل الخط المستقيم بتاعي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. لو جيت ركزت هتلقي نقطة التقاطع اللي فوق مع نقطة التقاطع اللي تحت لما وصلتهم ببعض مر بالنقطة ج، ومر بالنقطة ج ليه بقى؟ لأن هو كده صنع عمودي على المستقيم أ ب وبيمر بالنقطة ج، وده كان الإنشاء الهندسي الثاني. يبقى أول خطوة بعمل خط مستقيم، أحدد النقطة ج، أجيب البرجل بتاعي وأفتحه فتحة مناسبة، أقف عند الجيم أعمل قوس على اليمين وقوس على الشمال. بعد كده احدد نقط التقاطع بتاعه الاقواس اللي انا رسمتها، ثم اجيب البرجل بتاعي وافتحه فتحه على قد النقطتين، او ممكن اقول اكبر من نص المسافه بين النقطتين عشان تبقى الفتحه بتاعتك مظبوطه وما تخرجش بره صفحه الكراسه. بعد ما فتحت البرجل بتاعي هركز عند نقطه التقاطع الاولى، هعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس فتحه البرجل، هقف عند نقطه التقاطع الثانيه وارسم قوس فوق يقطع القوس الاول وقوس تحت يقطع القوس التاني. بعد ما رسمت الاقواس بتاعتي همسك المسطره واوصل نقط التقاطع ببعضها، بحيث لما اوصلها لابد ان هي تمر بالنقطه ج اللي هي موجوده على المستقيم. تعال نشوف الانشاء الثالث واهم انشاء في الانشاءات الهندسيه كلها، وده تقريبا هو انشاء تاني هناخده الحصه الجايه اللي بيتكرروا في امتحانات مصر كلها. طب تعالى واحدة واحدة ونفهمه بقى كويس. قال لي تنصيف قطعة مستقيمة. يعني ايه يا أستاذ تنصيف قطعة مستقيمة؟ يعني أنا هقسم قطعة مستقيمة، أو بسميه مسمى تاني إنشاء محور تماثل للقطعة المستقيمة. أنا هعمل محور تماثل للقطعة المستقيمة. لا ثواني بقى يا أستاذ، هو يعني إيه أصلا محور تماثل؟ محور تماثل للقطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي
عليها من منتصفها. التعريف بتاعه لابد ان انت تكون حافظه كويس وفاهمه كويس. محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها، يعني بيكون مستقيم عمودي على القطعة المستقيمة من المنتصف، يعني بينصفها وبيكون عمودي عليها في نفس الوقت. وخد بالك ان قطعة مستقيمة يعني لازم يديني طول ليها. طب تعالى نفهم الموضوع وازاي بعمل الانشاء الهندسي ده عن طريق مثال 3. مثال 3 بيقول لي ارسم ألف باء قطعة مستقيمة حيث طولها 8 سم، ثم ارسم محور تماثل لها. محور تماثل لها اللي هو عمودي عليها منين؟ من منتصفها. طب ركز كده معايا واحدة واحدة عشان انا هعمل زوم وهسيب المسألة خالص واقول لك على خطوات رسمها. هبدأ ان انا اجيب المسطرة بتاعتي واقف في نص صفحة الكراسة بتاعتي كده، واقوم جاي راسم قطعة مستقيمة اسمها ألف باء طولها 8 سم. هجيب القلم بتاعي واقف هنا كده. خد بالك القطعة المستقيمة لازم تبدأ من عند الشرطة الطويلة بتاعة الصفر، لأن أغلبنا كان بيبدأ مع بداية المسطرة في مسافة كده لو اترسمت معاك ما بتظبطش معاك الرسم، فأنت دايما عود نفسك من الصفر لحد ما توصل لل 8 سم بالظبط. كده أنا رسمت القطعة المستقيمة. تمام، اركن بقى المسطرة بتاعتك وتعالى نكتب اسم القطعة المستقيمة عليها، بس أنا هنقلها شوية كده يمين عشان تبقى موجودة معايا في المنتصف بالظبط. اسمها ايه يا استاذ؟ قال لي اسمها ألف باء. حدد لي بداية القطعة المستقيمة اللي هي النقطة ألف كده، وحدد لي بداية نهاية القطعة المستقيمة اللي هي النقطة باء كده. طب بعد كده يا أستاذ، بعد كده هتجيب سيادتك البرجل بتاعك. جبت البرجل بتاعي، اقف بالسن الحديد عند الألف وافتح البرجل فتحة أكبر من منتصف القطعة المستقيمة. القطعة المستقيمة طولها 8 سم، نصها 4 سم. أنا عايز البرجل يكون مفتوح أكبر من نص طول القطعة المستقيمة، يعني أكبر من الأربعة. ممكن يبقى 5.5، ممكن يبقى 4.5، ممكن يبقى 6، زي ما أنت عايز ترسم، ولكن الأفضل خليه 5 مثلا. طيب ظبطت فتحة البرجل بتاعك كده وقفت عند النقطة ألف. تعالى من فوق كده واعمل لي قوس. القوس ده يكون قصاد منتصف القطعة المستقيمة بعينيك، يعني أنا كده رسمت قوس من فوق. انزل تحت برضو قصاد نص القطعة المستقيمة وارسم قوس بالشكل ده. انقل البرجل بتاعك بنفس فتحة البرجل، اقف عند الباء واعمل قوس تحت يقطع القوس اللي تحت، وايضا قوس فوق يقطع القوس اللي فوق بالشكل ده. بعد ما عملت القوسين والاقواس بتاعتك ونقط تقاطع ظهرت معاك، ابدا ارسم بالمسطره والقلم الرصاص. ابدا وصل لي نقط التقاطع اللي فوق بنقطه التقاطع اللي تحت، وبكده يبقى انت قدرت ترسم محور تماثل للقطعه المستقيمه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. ده سهل يا استاذ، اسهل انشاء هندسي فيهم واهم انشاء هندسي وبيتكرر كتير جدا في الامتحانات. طب تعالى نركز ونشوف الجزء اللي بعد كده، او مثال تطبيقي بقى بيلم لي الدنيا مع بعضها. بيلم لي ازاي برسم المثلث اللي انا كنت باخده في ابتدائي، وازاي بقدر ان انا ادخل معاه الانشاءات الهندسيه دي. وخد بالك المثال اللي جاي بالذات هتحتاجه في ثالثه اعدادي، وافتكر الكلام ده كويس. تعال نشوف مثال 4. باستخدام الادوات الهندسيه ارسم المثلث ألف باء ج الذي فيه ألف باء بتساوي ألف ج بتساوي 4 سم، وباء ج بتساوي 5 سم، ثم ارسم محاور تماثل أضلاعه الثلاثة. وركز في المعلومة دي، هل محاور تماثل أضلاعه تتقاطع جميعا في نقطة واحدة أم لا؟ تعالى واحدة واحدة وركز معايا عشان تقدر تستوعب هو أنت إزاي بترسم أصلا مثلث باستخدام أطوال أضلاعه. هل سيادتك هتجيب المسطرة والقلم الرصاص وترسم ضلع 5 سم وضلع 4 سم وضلع 4 سم وتقفلهم مع بعض ويديك المثلث؟ لا، مش هتعرف تظبطها بالشكل ده. أنا أصلا عشان أرسم المثلث بحتاج معايا البرجل. طب تعالى واحدة واحدة وافكرك كنت بترسمه ازاي اصلا وانت في ابتدائي. بعد ما جبنا المسطره بتاعتنا هنبدا ان احنا نرسم اول ضلع اللي هو الباء ج ويكون 5 سم. بس انا هستأذنك هكبر الصوره شويه عشان خاطر يبقى الرسم واضح لك كله. هبدا ان انا ارسم 5 سم قدامك كده زي ما انت شايف. جبت المسطره وهبدا استخدم القلم وابدا ارسم 5 سم من عند الصفر لحد ال5 بالظبط. رسمت يا استاذ كده ايه؟ ال5 سم. طب بعد ما رسمت ال5 سم
ابدأ اركن المسطرة بتاعتك. حدد لي بداية ونهاية القطعة المستقيمة باء ج. ده كده البداية باء، وده كده النهاية عند الجيم. دي كده قطعة مستقيمة اسمها باء ج اللي هي 5 سم. بعد ما رسمت الضلع الأول في المثلث باء ج اللي هو 5 سم، هبدأ إن أنا أجيب البرجل بتاعي. أظبط البرجل عند الصفر وأظبط الفتحة بتاعته عند الأربعة. ليه يا أستاذ؟ لأن الضلع أ باء طوله 4 سم، والضلع ج أ طوله برضه 4 سم. فأنا هقدر أرسم الأضلاع دي عن طريق البرجل عشان يديني المثلث مقفول مظبوط وأطوال الأضلاع مظبوطة. هقف عند الجيم زي ما أنت شايف كده، وأقوم جاي طالع فوق هنا وعامل قوس صغير، وانقل البرجل بتاعي بنفس الفتحه اللي هي 4 سم، لان الضلع باء أ برضه 4 سم، واعمل قوس تاني يقطع القوس اللي انا رسمته. طب بعد ما رسمت الاقواس بالشكل ده، هبدا ان انا اوصل نقطه تقاطع بالجيم وبالباء. لكن انا هحاول ان انا بس اصغر الاقواس دي شويه عشان ما اتلخبطكش. هبدا اوصل نقطه تقاطع الاولى بالنقطه باء زي ما انت شايف كده، واوصل نقطه تقاطع الثانيه بالنقطه ج زي ما انت شايف كده بالمسطره والقلم الرصاص. بعد ما وصلتها طبعا انا عندي نقطة التقاطع ديت اللي هي النقطة أ، وده الجزء الأول في المسألة. ارسم مثلث أ باء ج الذي فيه باء ج ب5 سم وأ باء بتساوي أ ج ب4 سم. رسمنا المثلث. طب بعد كده يا أستاذ، هو أنا إزاي بقى هقدر أعمل محاور تماثل للمثلث اللي قدامي ده؟ قال لي هعمل لكل ضلع من أضلاعه الثلاثة محور تماثل لوحده. تعالى واحدة واحدة كده ونشوف إزاي. محور تماثل ده اللي هو الانشاء الثالث اللي احنا لسه متعلمينه. ايوه بالظبط كده. هبدا ان انا اجيب البرجل بتاعي واقف عند الباء وبفتحه اكبر من نص الباء ج. يعني احنا عارفين ان الباء ج ب5 سم، نصها 2.5، ممكن انا افتح 3.5 اكبر من نص القطعه المستقيمه وخلاص. طب بعد كده هقف عند الباء واقوم جاي راسم قوس قصاد منتصف الباء ج بعناية كده. هرسم قوس من فوق وهنزل تحت وارسم قوس من تحت بالشكل اللي انت شايفه قدامك كده بنفس فتحة البرجل اللي انت محافظ عليها. هترجع تقف عند الجيم الناحية التانية وتعمل قوس من تحت يقطع القوس اللي انت رسمه، وقوس من فوق يقطع القوس اللي انت رسمه. يا أستاذ ده القوس كده ما قطعش. ارجع تاني اقف عند الباء بنفس الفتحة وطول القوس التاني شوية عشان خاطر يقطع بالشكل اللي انت شايفه ده. قطع معاك خلاص كده. ابدأ وصل نقط التقاطع دي ببعضها، يعني هوصل نقطة التقاطع الأولى بنقطة التقاطع التانية بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بعد ما رسمت محور التماثل الأول، هنبدأ إن احنا نعمل محور تماثل للألف باء. أنا رسمت محور تماثل لباء ج، تعالى بقى نعمل محور تماثل للألف باء. هجيب البرجل بتاعي أقف عند الباء واظبط الفتحه بتاعتي اكبر من نص بعناية، مش شرط ان هي تبقى اكبر من نص بالظبط، بعناية كده لقيت اكبر من نص خلاص. هبدا ان انا ارسم قوس قصاد منتصف الالف باء من تحت هنا وواحد تاني من فوق هنا. طيب واحده واحده وابدا ارسم. ادي كده القوس الاول، لافف البرجل على الفاضي وارسم قوس من فوق كده. بعد كده هنقل البرجل عند الالف وابدا اقوم جاي لافف وراسم قوس يقطع اللي فوق، والف تاني وارسم قوس يقطع اللي تحت. نقط التقاطع ديت هبدا اوصلها ببعضها باستخدام القلم الرصاص والمسطره. ادي كده يا استاذ نقطه التقاطع الاولى ونقطه التقاطع الثانيه. رسمنا محور تماثل لالف باء. هجيب البرجل وابدا ان انا ارسم محور تماثل لالف ج. هقف بالسن الحديد عند الالف والف البرجل وافتح البرجل فتحه اكبر من نص بعناية كده. طبعا انا عارف ان الف ج ب4 سم، اكبر من نص يعني اكبر من الاثنين، اكبر من ال2 سم. طب بعد كده هاجي قصاد منتصف الالف ج من بره كده واعمل قوس والف ناحيه جوه. او تعالى نغير اللون، ماشي خليه بالبني مثلا، واجي من جوه واقوم جاي راسم وارسم برضو قوس من الناحيه التانيه بنفس فتحه البرجل. هقف عند الجيم واقوم جاي عامل قوس يقطع القوس الاولاني. ده ما قطعش يا استاذ، هنبقى نرجع نطول القوس التاني عشان يظبط معانا بالشكل اللي قدامك ده. ارجع اقف تاني عند الالف وطول القوس الاولاني شويه.
بعد ما رسمت الاقواس والاقواس بتاعتك اتقطعت، هبدا ان انا اوصل نقط التقاطع ببعضها بالشكل اللي قدامك ده. تعال ركز ان هو سألني سؤال في الاخر، قال لي هل محاور التماثل الثلاثه الخاصين باضلاع المثلث يتقاطعوا في نقطه واحده ام لا؟ لو انا ركزت هنا هلاقي فعلا المحور الازرق والبني والاخضر الثلاثه اتقطعوا في نقطه واحده هنا. والكلام ده هحتاجه في درس اسمه تعيين دايره في ثالثه اعدادي في الترم الثاني. تعيين دايره هضطر ان انا اعمل محاور تماثل الاضلاع الثلاثه زي اللي انت شايفها بالظبط في الشكل قدامك. هيزيد عليها ايه في ثالثه اعدادي؟ قال لي نقطه تقاطع محاور التماثل الثلاثه دي هي مركز الدائره الخارجه للمثلث. مركز الدائره الخارجه للمثلث. يعني انا يا استاذ لو جبت البرجل بتاعي وجيت وقفت بالسن الحديد بتاعه عند نقطه تقاطع محاور التماثل الثلاثه وظبطت السن الرصاص مثلا على الباء او الالف او الجيم بالشكل ده، باء او الف، جيت ظبطته عند الالف مثلا بالشكل ده كده، او ظبطته عند الجيم بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده، وجيت رسمت دايره، هل الدايره ديت هتمر برؤوس الالف والباء والجيم في نفس الوقت؟ قال له اه، والدليل على كده اهو، مرت بالالف، مرت بالباء، وايضا مرت بالجيم. اللي احنا عملناه ده يا جماعه اسمها دائره خارجه عن المثلث. وشرح المثال ده هو بالذات يعتبر شرح درس في ثالثه اعدادي اسمه تعيين دائره في الترم الثاني. يعني انت لو لك حد قريبك او اخوك او حد في ثالثه اعدادي تقدر انت تفيده وتشرح له المساله دي رغم ان انت في اولى اعدادي. والكلام ده انت بتاخده النهارده تمهيد، ان شاء الله هتحتاجه تاني في ثالثه اعدادي. طيب انت مطالب بموضوع الدايره والكلام ده؟ لا، هي فكره السؤال كله ان انا براجع لك على كيفيه وطريقه رسم مثلث بمعلوميه اطوال اضلاعه، وفي نفس الوقت ازاي تقدر تعمل 3 محاور تماثل للثلاث اضلاع الخاصين بالمثلث. اقدر اقول لك بكده الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا الحصه الاولى من درس انشاءات هندسيه. انتظروني ان شاء الله في درس انشاءات هندسيه، وعشان تفهم درسك كويس هات الفيديو تاني من اوله، وقف عند كل انشاء هندسي وابدا اعمله بنفسك قبل ما انا احله او امثله قدامك، او شغل الفيديو وامشي ورايا خطوه بخطوه عشان تقدر توصل لفهم الدرس كويس جدا. اتمنى اكون فهمت درسك كويس جدا. مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات، هتفهم رياضيات. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.